السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هعمل معاكم النهاردة طريقة الكحك بعجوة احلى من المحلات وانضف واوفر. ان شاء الله يعجبكم. قبل بس ما نبدأ الفيديو، اعملوا لي بس لايك واشتراك لو الفيديو عجبكم. عايزة اقول لكم ان هيعجبكم جدا ان شاء الله. معانا هنا كيلو دقيق وكيس بيكنج باودر وعجوة. هعمله النهاردة كحك بالعجوة، حلوة قوي وطريقة حلوة وخفيفة. هنا كنت بوريكم المقادير اللي عندي هنا عجوة وكيلو دقيق مخصص للكحك والبسكويت، لازم يكون مخصص للكحك والبسكويت. ومعانا هنا ريحة الموز ونشا وسمنة 550 جرام سمنة وخميرة وسمسم. واخر حاجة معانا تحويجة الكحك. بس هنبدأ بقى نشتغل في المقادير. اول حاجة بطحن 3 معالق سكر كبار، بخليهم ناعمين جدا. جبت هنا بقى بولة وحطيت فيها كيلو الدقيق. بس بعد ما حطيت الدقيق بحط كل الحاجات اللي هي مش السوائل. هنحط دلوقتي معلقة ممسوحة خميرة فورية وكمية السمسم اللي عندنا. انا بحط 5 معالق سمسم. لو عايزين تقللوا براحتكم، بس احنا بنحب السمسم في الكحك. 5 معالق سمسم ومعلقتين تحويجة الكحك ومعلقتين نشا كبار وكيس البيكنج باودر. بحط كل النواشف دلوقتي مع بعض، وبحط 3 معالق كبيرة سكر بودر. المفروض احط معلقة في الخميرة بمية اختبرها ومعلقتين في الدقيق، بس انا متأكدة من الخميرة اللي عندي فانا حطيتها. وكمان الكحك ما بيتخمرش، الكحك لو اتخمر هيبقى معاكي زي القراقيش. وحطيت رشة ملح. هبدأ بقى اقلب كل المكونات اللي عندي. انا هنا كنت حطيت السمنة بس هي ما جتش. هو هنحط 550 جرام سمنة. بس انا هنا مقطع ما جاش. وحطيت ريحة الموز برضو، المقطع مش عارفة ليه ما جاش. بس فحطيت السمنة دافية. السمنة بتكون دافية. حطيتها وهفضل اعجن في الكحك اللي عندي شوية حلوين. اللي يقولك الكحك مش بيتعجن، لا بيتعجن لحد ما يبقى عجينة طرية كده في ايدك. بس انا كده هنا كنت مولعة الفرن على درجة حرارة 180 او 200 على حسب الفرن اللي عندك، وبتسيبيه سخن لحد ما بتخلص. الكحك ما بنسيبوش يخمر، هنعمل على طول. انا هنا كنت بجرب معاكم كحكايه كده، بحشيها عجوه. حلو قوي يا بنات، جربوه ان شاء الله باذن الله يعجبكم. يا رب اكون خفيفه عليكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. جربوها، الوصفه دي اسهل طريقه للكحك. هعمل معاكم واحده كمان وهعمل بقى الباقي مع نفسي وهوريهولكم لما يطلع. حلو جدا وطلع ناعم ودايب جدا جدا جدا. الكحكايه ماسكه نفسها، وفي نفس الوقت لما بتحطيها في بقك بتكون دايبه، ما بتستحملش. كده الكحك معانا خلص وكان حلو قوي. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ويا رب اكون خفيفه عليكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ما تنسيش بقى في اللايك والاشتراك وكومنت حلو منكم.
واستنوني في وصفات تانية كتير، واستنوني في فيديو جديد. باي باي.